لا شك أيها الإخوة أن هناك يعني تغذية جيدة وتغذية غير جيدة. هناك أطعمة تسهم في تقوية الذاكرة. ربما نكون بحاجة إلى التعرف على هذه الأطعمة التي تسهم في تقوية الذاكرة، خاصة بالنسبة لأبنائنا الذين يؤدون الامتحانات أو من هم سيؤدون هذه الامتحانات خلال الأيام القادمة. للتعرف على الأطعمة التي تقوي الذاكرة معنا في هذه اللحظات الدكتور كريم جمال، مدرب تغذية. دكتور كريم، صباح الخير. صباح الخير ويوم رائع يا رب عليك وعلى كل المستمعين. شكرا جزيلا لك. يعني الامتحانات، الأبناء يذاكرون، يتوهمون أحيانا أنهم ينسون ما قد ذاكروه بالفعل. يسألون هل هناك أطعمة تقوي الذاكرة، بدلا من اللجوء إلى الصيدليات وبعض الأدوية التي يزعمون أنها تسهم في تقوية ذاكرتهم. تفضل. طبعا حضرتك بتقول الطلاب ساعات بيتوهموا ان بينسوا بعض المعلومات من المذاكره اللي بيذاكروها، ودي بتكون حاله طبيعيه جدا نتيجه للتوتر اللي بيكون ايام الامتحانات. لكن طبعا التغذيه بتلعب دور مهم جدا في الفتره دي، وان ممكن تساهم بشكل كبير جدا انها تحسن الذاكره وتزود التركيز عند الطلاب. نعم. احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن بعض الاخطاء اللي بيقع فيها الطلاب اثناء الامتحانات. المرة دي بقى قاعدين نتكلم عن ايه هي الاكلات اللي فعلا تساعد الطالب على التركيز وتقوي الذاكرة بتاعته. في خلال فترة الامتحانات زي ما اتفقنا بيزيد نشاط المخ بشكل كبير جدا مع زيادة طبعا المذاكرة وتحصيل المعلومات، وبالتالي بيحتاج المخ لطاقة زيادة عشان خاطر يقدر يتعامل مع الكم الكبير ده من المعلومات. لو بصينا على تركيبة المخ ولقينا ايه هي مصدر الطاقة الاساسي بتاعه، هنلاقي ان السكريات هي مصدر الطاقة الاساسي للمخ بيشتغل بيه. نعم. لكن طبعا مش اي سكريات، هي السكريات الصناعية زي الحلويات والشوكولاتات والكلام ده كله، دي بتبقى بتعمل اوفرلود على المخ شوية او بتعمل ضغط زيادة على المخ شوية، بيبدأ يحصل لخبطة وتوتر وحاجات كتير اتكلمنا فيها قبل كده. فبالتالي افضل نوع للسكريات هي السكريات الطبيعية زي الفواكه، ودي تعتبر اختيار ممتاز بين الوجبات. وافضل كتير طبعا من الحلويات ومنتجات السكر. وفي سناك تاني برضو ممتاز جدا بننصح بيه الطلاب، هو الفشار. الفشار بيتعمل من الذرة، سهل التحضير، ممكن يستخدم كده كبين الوجبات او كاثناء المذاكرة. طبعا الفشار لو هنعمله يفضل ان احنا نعمله بزيت قليل وملح خفيف. نعم. طبعا غير المنتجات الأساسية طبعا للنشويات أو للسكريات زي منتجات القمح الكامل زي البطاطا زي البطاطس، الكلام ده كله. الحاجات دي طبعا يعني ما تبقاش مقلية لأن الزيت كتير مش مفيد. كل الحاجات دي هتوفر للجسم وللمخ الطاقة اللازمة إن هو يقدر يتعامل مع هذا الكم الكبير من المعلومات أثناء فترة الامتحانات. تمام. تاني عنصر غذائي بقى لازم نركز عليه هو الدهون، والدهون المفيدة بشكل أساسي. ليه الدهون مهمة بالنسبة للطالب أثناء الامتحانات؟ لأن تركيب المخ بيتكون بشكل أساسي من الدهون. فالاعتماد على الدهون المفيدة زي مثلا زيوت الأوميجا 3 بتكون مهمة جدا أثناء فترة المذاكرة والتحصيل، لأن هي بتساعد إن المخ يقدر يعمل ارتباطات عصبية جديدة وقوية، وهي دي اللي بتسهم بشكل أساسي في التذكر، في عملية التذكر وتخزين المعلومات. تمام. هنلاقي الدهون المفيدة بقى موجودة في مصادر كتير زي المكسرات وأهمها اللوز وعين الجمل، الزيتون وزيت الزيتون، وكذلك الأسماك بأنواعها. وعشان كده بننصح ان الطلاب بيحصلوا على وجبة أسماك مرتين في الأسبوع أثناء فترة الامتحانات. طبعا الأسماك بأنواعها بقى، سواء تونة، سواء يعني أسماك معلبة زي التونة، أو الأسماك المطبوخة اللي احنا بنعملها زي البولتي مثلا أو البوري. هيكون مفيد جدا وهيساعدهم على التركيز بشكل أفضل. نعم. هنلاقي برضو ان مجموعة الفيتامينات دي من اهم العناصر اللي الطالب المفروض يحصل عليها اثناء فترة الامتحانات، وليها دور اساسي في زيادة التركيز. واختص من الاطعمة دي السبانخ. السبانخ ده بيعتبر من نسميه كده الاطعمة السوبر بالنسبة للطلاب. فوائده كتير جدا جدا، بيحتوي على الفوليت وبيحتوي على فيتامين اي. وبننصح دايما الامهات ان السبانخ تكون وجبة اساسية على السفرة اثناء الامتحانات.
طبعا عشاق الشوكولاته بقى يعني جايب لهم خبر هيفرحهم شويه، وهو ان الشوكولاته هتساعدهم اثناء الامتحانات. لكن طبعا اي شوكولاته، هي الشوكولاته الغامقه او الدارك تشوكلت، قطعه صغيره منها هتساعد في تقليل التوتر بشكل كبير جدا، وهتحسن القدرات العقليه، وهتخلي ان الطالب يقدر يحصل معلومات بشكل افضل بكتير. تمام. برضو حاجه تانية بنحب نختص بيها الفكر هو الموز، واللي بيعتبر من اهم الفواكه اللي بنحب نعتمد عليها اثناء الامتحانات. ودايما كده بنقول لو عايز تشحن طاقة فعلا صباع موز واحد هيكون كافي، لانه بيحتوي على سكريات مفيدة، وبيحتوي كمان على عناصر البوتاسيوم والمنجنيز، وكذلك فيتامين سي. جيد. في بقى دراسة جديدة اتعملت على بعض الأعشاب، زي الروزماري. الروزماري طبعا احنا بنستخدمه كتير، وسيداتنا بيستخدموه كتير في الطبخ، لكن اخر دراسه اتعملت عليه اثبتت ان هو بيساعد جدا 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 في تقويه الذاكره. يفضل طبعا يعني استخدام الروزماري الفريش. وبنعمل حاجه جميله جدا، احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن اهميه شرب الميه. صحيح. فممكن الصبح يعني نحضر كوبايه ميه كبيره او زجاجه ميه، نقطع فيها شرايح من الليمون مع عود فريش من الروزماري. هيكون مناسب جدا جدا. اولا هيقوي الذاكره، وهيساعد بشكل كبير جدا الطالب اثناء فتره الامتحان. ده غير فوائد صحيه كتير جدا لشرب الميه، خصوصا مع الليمون على الريق الصبح. نعم. بديل بقى حاجه تانية بس بنحب نستخدمها بديل للكافيين وبديل للقهوه، الا وهي الجينسينج. الجينسينج ده موجود في معظم محلات الاعشاب والعطاره وفي السوبر ماركت الكبيره. الجينسينج اثبتوا ان هو مقوي عام، بيساعد في زياده النشاط والتركيز، ومع الاستخدام المستمر ليه هيخلي دايما معدلات الطاقه في اعلى مستوياتها، وطبعا حاجه تفيد الطالب اثناء الامتحان. جيد. مهم جدا بقى، يعني لو خرجنا بره نقطه الاكل، هنلاقي ان في نقطه مهمه لو اغفلناها كل اللي احنا بنعمله ده ممكن هيكون له تاثير ضعيف، الا وهو النوم. طلاب كتير بيلجأوا ان يسهروا او يطبقوا بالليل طول الليل عشان خاطر يقعدوا يذاكروا عشان يروحوا الامتحان مركزين يعني. وده خطأ كبير جدا جدا طلاب كتير بيقعوا فيه. ليه؟ اولا لان عملية تخزين المعلومات بتتم اثناء النوم. طول ما احنا صاحيين بنذاكر ده مجرد ادخال للمعلومات، لكن لما الطالب بيدخل ينام بيبدأ العقل يفضل صاحي. يعني هو الطالب نايم او الانسان نايم، لكن العقل بتاعه صاحي لسه، بيبدأ ياخد المعلومات اللي ذاكرها او حصلها طول اليوم، وبيبدأ بقى يرتبها بشكل منظم في مداخل الذاكرة، بحيث ان هو لما يحتاج يسترجعها بعد كده يبدأ يسترجعها بسهولة. دايما كده بالليل طلاب كتير من اللي بيعتمدوا على السهر والتطبيق بالليل، لما يدخل الامتحان يقول لك انا مذاكر كل حاجة بس مش عارف افتكر، انا مش عارف يطلع اي معلومات. ده لان عقله ما خدش الفرصه ان هو يبدا يرتب المعلومات دي وينظمها بطريقه صحيحه. وعشان كده دايما ننصح دايما، حتى يعني لو فضل لك جزء ما خلصتوش بس لازم تنام عشان تحافظ على كل الجزء الباقي. وطبعا بننصح ان المذاكره تكون من الاول والمراجعه تكون من الاول، ما تسيبش حاجه لاخر لحظه خالص. عظيم. يعني احنا بنشكرك يا دكتور كريم على هذه المعلومات الطيبه والنصائح المفيده لابنائنا من الطلاب، ودائما نتواصل معك ان شاء الله. كل الشكر لك. شكرا لحضراتكم، ويوم رائع ان شاء الله. تحياتي لحضرتك.